السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد جمعة، هاوي ومربي طيور جارحة، ودي إعصار عقاب ستيب إيجل أو عقاب السهول. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من أقوى وأمتع الهوايات اللي ممكن تعيشها، هواية تربية وتدريب الطيور الجارحة. الفيديو ده مخصوص ليك لو كنت مبتدئ أو لسه بتفكر تبدأ ومحتاج إجابات واضحة على كل الأسئلة اللي بتدور في بالك. هشارك معاكم خبرتي وهرد على أكتر الأسئلة اللي بتتكرر من الهواة الجدد عشان تبدأ صح وتفهم الهواية دي من جذورها. لو انت فعلا شغوف بالموضوع ومستعد تدخل عالم الصقارة، ركز معايا للنهاية لأن في نصايح هتفرق معاك جدا. ايه هي الطيور الجارحة؟ الطيور الجارحة هي طيور مفترسة بتتغذى على اللحوم، سواء كانت حيوانات أو طيور أو حتى الزواحف والحشرات، وبتتميز بمخالب قوية ومنقار معكوف ونظر حاد جدا زي الصقر والعقاب النسر والباز والبوم. ازاي ابدا في هوايه الصقاره؟ عشان تبدا هوايه الصقاره محتاج ان انت تقرا كتير جدا عنها وتشوف فيديوهات لناس قديمه في المجال وتتواصل مع صقارين عندهم خبره، وتبدا بطير سهل وتدخل الميدان مع ناس فاهمه تساعدك في البدايه. ابدا باي نوع؟ الاجابه بسيطه، لو انت مبتدئ تماما انصحك تبدا بالصقر الوكري، لانه طير سهل في التدريب، طباعه هاديه وسعره رخيص بالنسبه لباقي انواع الصقور والعقبان، كمان حجمه صغير ووزنه خفيف وبيكون سهل في شيله والتنقل بيه، عكس العقاب اللي حجمه بيكون كبير ووزنه تقيل وبالتالي فبيكون التنقل بيه صعب جدا. ازاي اعرف الطير سليم ولا مريض وايه اشهر الامراض اللي ممكن تصيبه؟ طبعا علامات المرض بتكون خمول، فقدان للشهيه، تساقط للريش، لون الفضلات بتاعته بيكون غريب، واشهر الامراض هي الديدان، النيوكاسل، ضعف الريش والتسمم. ايه افضل سن ابدا فيه تدريب الطير؟ طيب عشان نعرف السن المثالي اللي تبدا بيه لازم نعرف نميز بين الاعمار، وعندنا في هوايه الجوارح بنقسم الاعمار لثلاث فئات عمريه. الفرخ، وده بيكون من وقت فأس الطير من البيضه لحد ما بيتم سنه. البكر، وده بيكون من سنه لسنتين، والبكر فيه منه بكر اول وبكر تاني وهكذا، كل ما بيعدي سنه بيعدي من بكر لاول لتاني لتالت. تمام. الجرناص، ودي بنقولها على الطير البالغ. طبعا السن المثالي للتدريب هو سن الفرخ، يعني الطير بيكون لسه مفيش عنده اي عادات سيئه، كمان كل ما بدات بدري كل ما كان الطير اسرع في التعلم والتاقلم معاك. ااكل الطير ايه؟ طبعا التغذيه الصحيحه مهمه جدا، وافضل حاجه تكون وجبات متنوعه من لحوم طازه زي الحمام، السمان، اليمام، القروان، الفراخ، الارانب والفئران. والاهم انك تتابع وزن الطير يوميا عشان تعرف اذا كان محتاج يقل او يزيد اكل حسب مراحل التدريب. طبعا ممنوع الاكل المطبوخ او المجمد بزياده. الطير بيرفض ياكل مني، اعمل ايه؟ ده غالبا بيكون بسبب ان الطير مش واثق فيك لسه، او لانه مش جعان كفايه، او مش مرتاح للمكان اللي موجود فيه. لازم تصبر وتبني علاقه ثقه بينك وبين الطير، تقلل الاكل شويه تحت اشراف طبعا، وتبدا تاكل الطير من على ايدك، وكل مره قرب اكتر لحد ما يبدا ياكل مرتاح. الطير بيخاف او بيعض، اتصرف ازاي؟ ده طبيعي في البدايه. الحل هو الصبر وبناء الثقه بينك وبين الطير، تقعد مع الطير كتير جدا، تملس عليه وتخليه ياكل من على ايدك كل يوم. امتى ابدا التدريب؟ ابدا التدريب بعد ما الطير يتاقلم معاك في البيت وما يبقاش بيخاف منك، وده بياخد من ايام لاسابيع على حسب نوع الطير وشخصيته. ابدا بالتاكيل على الايد اولا، وبعدها التدريب على وقوف الطير على ايدك، وبعدها الطيران والطير مربوط. الطير وهو بيطير بيحاول يهرب، اعمل ايه؟ غالبا ده بيكون بسبب الوزن العالي او التدريب المتسرع، او الطير ما ارتبطش بيك كفايه. الحل ارجع خطوه لورا، راقب وزن الطير ودربه تاني على الدعوه باستخدام الحبل والمكافاه، وابدا ان انت تقعد مع الطير كتير جدا. ازاي اتعامل مع الطير لو بدا يهجم او يرفض التدريب؟ ده بيكون نتيجه لاسباب عدوانيه، سواء خوف، توتر او سوء تغذيه. والحلول النفسيه والسلوكيه هنا ان احنا هنوقف التدريب وهنرجع لمرحله التدهير من تاني، هنقعد بالطير اطول فتره ممكنه وناكله على الايد بحيث نكسب ثقه الطير من تاني. امتى اشمس الطير؟ الشمس مفيدة جدا لجميع الكائنات مش للطيور بس، ولو قدرت تشمس يوميا يبقى افضل حاجة طبعا، ولكن على الاقل تشمسه 3 مرات في الاسبوع بمعدل ساعة في المرة الواحدة.
وأفضل وقت للتشميس بيكون الصبح من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا، أو العصر من الساعة 5 عصرا لحد الساعة 6 عصرا، علشان نتجنب أشعة الشمس الضارة وحرارة الشمس الشديدة. إمتى أحمي الطير؟ حمل الطير مرتين في الأسبوع كفاية جدا، بيكون بالمية فقط في وقت حر مش برد، وبتسيبه ينشف في الشمس أو في مكان دافي بعيدا عن تيارات الهواء. ينفع أربي الطير في قفص صغير؟ الإجابة لا طبعا ما ينفعش. لازم الطير يعيش في مكان واسع أو في غرفة تهويتها كويسة عشان صحته النفسية والجسدية، وعلشان يكون مرتاح في الحركة، ما يحاولش إن هو يخبط أجنحته أو ريشه في الأقفاص فيتكسر والريش يبوظ منك. إزاي أعرف وزن الطير المثالي؟ كل نوع له متوسط وزن مثالي، ولازم تتابع الوزن يوميا بميزان رقمي. الوزن المناسب هو اللي يخلي الطير نشيط ومستعد يرجع لك بسرعة جدا وقت التدريب. ما هي المراحل الأساسية في تدريب الطيور الجارحة من بداية استلام الطير لحد مرحلة الصيد؟ المراحل الأساسية للتدريب بالترتيب هي التدهيل، الدعم، الفك، الطيران الحر أو التحويم، التنجيم، الهدد أو الصيد، وفي الصقور في مرحلة التلواح. إزاي أجهز الطير الجارح لموسم الصيد؟ طبعا ده بيشمل خطة تغذية كويسة جدا، خطة تدريب، فحص صحي، تمارين استرجاع وتجهيز للطير. إزاي أتعامل مع مرحلة تغيير الريش أو القلش؟ طبعا دي بتشمل تغذية خاصة، بتشمل راحة، بنوقف تدريب، بنهتم بريش الطير، وبنهتم بالفيتامينات والأملاح المعدنية. نصيحة مهمة جدا، الجوارح مش زي أي حيوان أليف، دي محتاجة مسؤولية، والتعامل معاها محتاج علم وصبر وحب. ابدأ بطير سهل، لازم تقرأ كتير، تتفرج على فيديوهات تدريب، وتستشير ناس عندهم خبرة، وما تخافش تغلط، كلنا بنتعلم من أخطائنا. وبكده نكون جاوبنا على أهم الأسئلة اللي بيواجهها أي مبتدئ في هواية الطيور الجارحة. لو لسه عندك أي استفسار سيبهولي في التعليقات وهرد عليه شخصيا أو هعمل له فيديو مخصوص. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن الصقارة وتربية الطيور الجارحة. شكرا لكم على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.